كل يوم الواحد بيقول هبدأ بكرة، وكل يوم بيعدي والوضع زي ما هو، في حين إن في ناس تانية بتتعب وتجري وبتقرب من حلمها. الموبايل بياكل الوقت والكسل بيدفن المستقبل. لو عايزين ننجح، طب عملنا إيه بجد عشان ننجح؟ كام ساعة ضاعت في التفاهة؟ وكام حلم هيموت لمجرد إننا مستنيين المزاج يجي؟ خلينا نتفق على حاجة: الحماس ده كدبة. الناجحين ما بيستنوش مزاجهم يتعادل عشان يذاكروا. طبيعي نحس بالخوف، طبيعي نتوتر، وطبيعي نحس إننا متأخرين. بس اللي مش طبيعي أبداً إننا نفضل واقفين مكاننا. محدش هيجي ينقذنا، وفي الشرح ده هنحط إيدينا على دليل نجاح حقيقي، مش مجرد كلام تنمية بشرية. الجملة اللي قدامنا دي بتضرب في مقتل. ده أكبر فخ ممكن نقع فيه. فكرة إن الواحد يربط المذاكرة بإن مزاجه رايق هي فكرة بتدمر المستقبل حرفياً. كل دقيقة بتضيع وإحنا مستنيين اللحظة المثالية في غيرنا بيستغلها وبياكل بيها الكتب. النجاح عمره ما كان حكر على العباقرة. النجاح للناس اللي قعدت وذاكرت حتى وهي مش طايقة تبص في الكتاب، وحتى وهي في قمة تعبها. عشان كده مسارنا النهاردة هيمشي في 5 محطات سريعة ومركزة. هنبدأ بحقيقة ضغط الطلاب، وبعدين فخ التشتت والأخطاء الدراسية القاتلة، وبعدها الإدارة العلمية للوقت، ونختم بقهر المواد المعقدة. المحطة الأولى حقيقة ضغط الطلاب. أول خطوة عشان نعالج الكارثة هي إننا نشخصها صح. الإحساس بالاختناق أو اليأس مش معناه أبداً إن الواحد فاشل، ده مجرد رد فعل طبيعي لواقع مليان ضغط. زي ما بنشوف هنا، في دراسة اتعملت وضحت إن تراكم الدروس مش بيخلي الواحد يذاكر أكتر، لأ، ده بيجيب شعور بالشلل والاختناق. والضغط العائلي والتوقعات العالية بتعمل استنزاف للطاقة قبل ما الامتحانات أصلاً تبدأ. ولما بنبدأ نقارن نفسنا بغيرنا بنهرب لا إرادياً للسوشيال ميديا عشان نفصل. فالمشكلة هنا مش كسل، دي استجابة نفسية لازم نفهمها عشان نعرف نضربها في مقتل. المحطة التانية فخ التشتت. ولأن الهروب دايماً بيكون للشاشات، لازم وقفة حازمة. الجملة دي هي أكبر كدبة بنضحك بيها على نفسنا. أنا همسك الموبايل ربع ساعة بس فصل، وفجأة الربع ساعة بتسحب 3 ساعات وإحنا مش حاسين. الوقت بيطير، والموبايل هو العدو الأول دلوقتي. كل سكرول وكل نوتيفيكيشن بيكسر التركيز وبيسرق المستقبل. السوشيال ميديا في الفترة دي ملهاش غير وظيفة واحدة: تدمير التركيز. الاستخدام الوحيد للموبايل المفروض يكون مقتصر على الدروس الأونلاين وبس. غير كده إحنا بنرمي مجهودنا في الأرض. المحطة الثالثة أخطاء دراسية قاتلة. طيب قفلنا الموبايل وقعدنا نذاكر، هل كده ضمننا النجاح؟ للأسف لأ. في أخطاء قاتلة بتخلي التعب يروح على الفاضي. أكبر غلطة هي تجميع كتب ومصادر بالهبل، والمذاكرة بعينينا بس من غير ورقة وقلم، والأخطر الغرق في التراكمات القديمة لدرجة الشلل. الحل هنا، والأسلوب اللي بيجيب من الآخر، هو الالتزام بمصادر محدودة. الحل الكتير والنشط، والأهم إننا نذاكر الدروس الجديدة أول بأول وهي لسه فريش في الدماغ عشان ما نضيعش وقتها، والوقت اللي يفيد نلم بيه القديم. الحل بإيدينا هو اللي بيثبت المعلومة، مش الفرجة السلبية. المحطة الرابعة الإدارة العلمية للوقت. عرفنا إيه اللي بيعطلنا، إيه بقى الشغل العملي؟ إزاي نضاعف التركيز ونقضي على التسويف؟ تقنية بومودورو هي الحل السحري هنا، بس بشرط واحد: نرمي الموبايل بره الأوضة تماماً. هنستخدم مؤقت فعلي، ساعة عادية أو تايمر مطبخ، ونظبطه على 25 دقيقة من التركيز الانفجاري العميق، ولا كأن في دنيا حوالينا. لو في فكرة قطعتنا بنكتبها في ورقة عشان الدماغ يهدأ ونكمل. بعد ال 25 دقيقة بناخد بريك 5 دقايق ونكرر. الطريقة دي بتعصر الدماغ وتطلع منه أقصى إنتاجية من غير ما نحس بالاحتراق النفسي. الاستراتيجيات دي بقى هي اللي بتعمل المعجزات. بلاش نبص للشابتر الكبير كأنه جبل، خلينا نفتته لقطعة صغيرة تخلص بسرعة. والتخطيط لازم يكون من بالليل عشان نصحى عارفين هنعمل إيه وما نديش فرصة للكسل. كمان الوقت الضايع زي المواصلات ده كنز للمراجعة الصوتية أو الفلاش كاردز. ونيجي بقى لأهم نقطة اللي ناس كتير فهمها غلط: النوم. السهر وتطبيق الأيام ما بيبدلش على الشطارة، بالعكس ده بيدمر الذاكرة. العلم بيقول إن المخ بيرتب ويثبت المعلومات وإحنا نايمين، يعني لو ما نمناش كويس كأننا بنكب بالمجهود كله في الأرض. المحطة الخامسة قهر المواد المعقدة. وعشان نطبق الكلام ده بشكل عملي، خلينا ناخد الكيمياء كمثال حي يثبت إن الفهم العميق بيغلب الحفظ الأعمى. بس قبل المعادلات في معلومة استراتيجية خطيرة هنا: النماذج الاسترشادية بتاعت الوزارة مش معمولة عشان نتجاهلها، دي بتعكس حوالي 60% من أفكار امتحان آخر السنة. اللي بيدخل الامتحان من غير ما يفهم النماذج دي فكرة بيضيع درجات كانت مضمونة في جيبه. وهنا بتبان قوة الفهم. ليه سؤال زي سهولة أو صعوبة الأكسدة بيعقد ناس كتير؟ السر كله في كلمة واحدة:
الاستقرار. المنجنيز في حالة بلس 2 بيكون توزيعه 3D5، يعني نصف ممتلئ قاعد باشا ومستقر، يبقى صعب جدا نأكسده بلس 3 لأنه مش هيسيب استقراره. لكن الحديد العكس، الحديد بلس 3 هو اللي 3D5، فبالتالي سهل جدا نأكسده من بلس 2 لبلس 3 عشان هو بيلهث ورا الاستقرار. فهم اللعبة دي بيخلي أعقد أسئلة السلسلة الانتقالية تتحل بمجرد النظر. التفاصيل هي اللي بتفرق بين طالب فاهم وطالب حافظ. الماجنيتايت مثلا ده مش أكسيد عادي، ده أكسيد مركب ميكس بين الحديد الثنائي والثلاثي، فلما يتفاعل مع حمض الكبريتيكي المركز طبيعي وبديهي إنه يطلع خليط من أملاح الحديد الثنائي والثلاثي. لكن الحديد العادي مع حمض مخفف ده سكة تانية خالص. التفرقة بين التفاعلات دي بناء على طبيعة المادة هي اللي بتقفل الدرجات وتطير اللخبطة. أما بالنسبة لوحش الكيمياء، المسائل الحسابية، ففي 3 خطوات زي السيف بيخترقوا أي مسألة. أولاً، ولازم أولاً، نكتب المعادلة الموزونة، من غير وزن المسألة كلها باظت. ثانياً، نطلع المعطيات ونحدد إيه المطلوب بالظبط. ثالثاً، ودي الضربة القاضية، لو عندنا معطيات لأكتر من متفاعل لازم نحدد المادة المحددة للتفاعل. وعشان محدش يتوه في الخطوة الثالثة، القاعدة الذهبية قدامنا اهي: المادة المحددة للتفاعل هي المادة اللي بتخلص الأول، وهي اللي بتدينا الكمية الأقل من الناتج. دي المايسترو اللي بيتحكم في التفاعل كله. لو تجاهلناها واشتغلنا بأي رقم عشوائي الحسابات كلها هتبقى غلط في غلط. الدقة والتركيز هنا هما اللي بينقذونا من اللف في دايرة مفرغة. المحطة السادسة والأخيرة، أفكار ختامية. وصلنا لنهاية الشرح وعايزين نطلع بحقيقة واحدة بس محفورة في الدماغ: ألم الانضباط والتعب دلوقتي أرحم مليون مرة من ألم الندم بعدين. بعد كام شهر إما هنبص لنفسنا بفخر ونقول الحمد لله إننا تعبنا، أو هنموت من الندم على كل دقيقة ضاعت على الفاضي. القرار في إيدينا إحنا وبس. النجاح مش محتاج سحر، محتاج نسخة شرسة ومسؤولة تبدأ فوراً من غير أعذار. فهل هنقفل دلوقتي ونكمل تضييع وقت، ولا هنقوم نغسل وشنا ونمسك الكتاب وناكل المنهج؟ الاختيار ليكم.